ايوه لا تقدم الفيديو ليش مستعجل؟ اهدى وصلى على النبي. شاهدوا هذا الفيديو من اول دقيقة الى اخر دقيقة، لان في نهاية الفيديو كلام مهم قبل ما تحكموا على المقطع لاي شيء تشاهدوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام متابعين الغاليين في فيديو جديد. فديت قلبك انت وهو وهي وصلوا الفيديو هذا مليون لايك. ايش؟ مليون لايك كثير يا احمد مالك. وصلوا يعني توصلوا. انا 5 فيديوهات او 6 فيديوهات نزلتها في قناتي بدون ما افعل مقدمة. قلت يمكن تفهموا على انفسكم، يمكن توصلوا الفيديوهات 100,000 لايك، 200,000 لايك، 300,000 لايك، كلكم مدعمين يا عويله. انا ابو صالح انا. يلا الان وصلوا الفيديو هذا مليون لايك، وانا داير انكم قدها. وقبل ما نشاهد الفيديو يا حبايب قلبي اشتي منكم الفزعه وتبيضوا وجهي. معي قناه لشخص يوتيوبر جدا مبدع ويستحق منا نوقف جنبه وندعمه. اسم قناته مستر مو بلاجز. محتوى قناته فيديوهات تحديات وترفيهات وفلوقات. رابط قناته بتحصلوه في الوصف في اول التعليقات في هذا الفيديو. ادخلوا على قناته الان واشتركوا فيها. وفديت من قال تم. وبسم الله ندخل نشاهد الفيديو. صلي على محمد. كم عبي لك يا عمنا؟ يا وليد عبي نص دبة سريعة منعها. أنا مستعجل معرس أخي، أنا مسافر الآن. والله عليك بشير الآن أحلى نص دبة يا غالي. ألو أيوة قد الخاتم معي، قد شليت ب 350,000 وبنسافر الآن مع باص الرويشان، قد منتظر لنا. جاهز يا عمنا الحساب؟ يا عمنا البترول جاهز، الحساب يا غالي. لحظة الآن دقيقة. سلام. أيوة أنا قد قلت لك الخاتم معي. وينه الخاتم؟ ألو لحظة، الخاتم كان جايبي. الخاتم يا الله، الخاتم ب 350,000 انت. مالك سلامة يا أخي؟ يا أخي ضيعت خاتم ذهب، كان بيدي أول ما نزلت من السيارة. يا أخي أنت متأكد أنك ضيعت الخاتم هنا؟ أيوة ضيعته أنا، عاد أنا شليته ب 350,000. يا أخي حاول تهدأ ودور سواء هنا ولا هنا يمكن تحصله. يا أخي كيف أهدى؟ أنا معي حج سفر فوق الباص، أنا مسافر الآن، أنا ذي منعك كيف أفعل؟ خلاص ما عليك، أنت روح سافر وحط لي رقمك وأنا بدوره، وإذا حصلته أنا برجع تصلح. نتسلم، الله يحفظك، والله إنه غالي ب 350,000. ما عليك إن شاء الله إني أحصله، حط لي رقمك وإذا لقيته بتصل علي. هذا الكرت تبعي فيه رقمي، اتصل لي أول ما تحصله يا منعه. خلاص ابشر ما عليك من عيوني. لا ذمتي لو حصلت الخاتم ندي لك 50,000 مكافأة. أنت الحق الباص قبل ما يمشي وسافروا، وإن شاء الله بيننا تواصل. يلا خاطرك يا شيخة. خاطرك معك الله يا غالي. امشي الخاتم انا افدالك، والله انه غالي علي قوي، انا ذي منعك. إن هذا بكل عقله يضيع خاتم 300,000. هين ضيعه هانا ولا هانا؟ خاتم ذهب والله انه ذهب. اساسا يا مفضوح لا حد يسمعك. ما نهر عويله ولا شكلهم يقول خاتم حق الرجال. مالك يا خبل بيني اقول لك خاتم ذهب. خلاص درينا انك حصلت خاتم ذهب، قد شكل الشارع كله داري انك حصلت. يا صادق تعال سريع. هيا نروح اطرف محل ذهب ونروح نبيعه. مالك يا هبل انا تروح تبيع، حرام عليك. وبدل المحطة انا امشي عند العويله هولك وارجع لك الان. انت عادك من حق زمان، قد لقينا ضايع في الارض، ابرد لك من هذا المجبر، هيا نصير نبيعه ونصفره. يا ولد انت وياه. انا سمعتكم وانا في المحطة بتصيح انكم لقيتوا خاتم ذهب. لا من قال لك ان احنا حصلنا خاتم ذهب. ايوه يا عم حصلنا خاتم ذهب، ليش حد جاله عندك وقال انه ضيع خاتم؟ ايوه في صاحب سيارة اليوم جاء المحطة يعبي بترول وضيع خاتم ذهب وجلس يدور ويفحر اليوم في المحطة كامل ولا حصله. خلاص قل له يجيب الأماري الذي فوق الخاتم
والعلامة الذي فيه. بيض الله وجيكم، امان انكم عيال ناس. اسمع لكن بشرط، ايش يا ولدي؟ ايش اقول؟ اذا طلع الخاتم انه حق الرجال الشي 50,000 حق اللقيه. بس يا ولدي هذا المبلغ كبير، خليني اكلمه. هو حيا لا اعدي لك 10,000 ولا 5,000. اسمعني، انا لو اروح ابيع الان عدوا لي 200,000 ولا 250,000. انا قلت اشياء كلها حلال، ما اشياء كلها حرام. اعجبه ماشي، والله ما انقص ريال ما انا من ال50. تمام يا ولدي ولا عليك. وينه صاحب الخاتم؟ أنت تعرفه؟ ايوه عرفه، هو قد عباه من عندي بترول الصباح وقد سافر. المشكله قال انه ما عرس مستعجل، لكن قد طرح لي رقمه وانا شتصل له الان. الله يلقطه بسريع اتصل له. ايوه الان شتصل له، ما عليك. هلا ايوه. حياك يا غالي، معك صاحب المحطه ضيعت عنده الخاتم الذهب. ايوه عرفتك. حياك الله يا غالي. ها بشر، حصلت الخاتم؟ ايوه حصله واحد جاهل كان ماشي من جنب المحطه ولقي الخاتم، بس قال لك الولد ايش الاماريه والعلامه اللي في الخاتم. ايوه، قل له الاماريه ذي في الخاتم 4 خطوط. يلا لحظه اكلم الان، لحظه يا ولدي. قال لك العلامه اللي في الخاتم 4 خطوط. لحظه انت تاكد من الخاتم. هو ايوه نفس العلامه اللي قال عليها. ايوه يا غالي، قال لك انه هو الخاتم. هيا تسلم، الله يحفظك انت. هو هيا قل له يمكنك الخاتم وخليه عندك لو ما رجع لك. والله يا عمنا الخاتم عدو مع الولد، ما رضي يديه، قال لي شي 50,000 حق اللقيه. سهل يا رجال، ما بش اي مشكله. قدم من عندك وانا لو مرجع من السفر عيوني شدي لك بدلها 100,000. طيب وانت متى ترجع من السفر؟ ما عليك، لا تشيل ولا يهم ولا تقلق. هذه اليومتين وانا باجي لك ان شاء الله. انت لا خلي الخاتم عندك وانا باجي ادي حقك من عيوني يا حبيبي. يلا خلاص ابشر ولا عليك. تسلم يا سيد الرجال. حرام طلاق النكف. فوق راسي يا غالي، ما في عندنا الا الواجب. ان الله يكثر الرجال من امثالك. المهم خلى الخاتم معك او به يضيع عليك. ولا تقلق ان شاء الله بيكون في الحفظ والصون. يلا متواصلين على خير يا حبيبي، مع السلامه. يلا مع السلامه. يلا هات الخاتم. ماشي، هات الفلوس اول حاجه. ها 50 وافي. ايوه حلال زلال. اها وهذا احلى خاتم. يلا خاطرك في امان الله. يلا الله معكم في امان الله. امانه انه خاتم قوه ثقيل. امانه عجيب، قال لي 300,000 صدق. الرقم الذي تتصلون يا جناه علينا، قد يكون خارج. ما شهرين بين اتصل وهو مغلق، قال لي يومين هو عندي. خلاص انت ما عاد شي عليك. لو روح بيع الخاتم وخذ فلوسه فوق الفلوس اللي معاك. مكن سواق القطر يعبي بنزين الخزان المحطه. السلام عليكم. ايوه، وكيف افعل بعدين لو ما يجي يدور الخاتم حقه؟ ساه لو ما يرجع واشتري له خاتم احلى منها ب1000 مره. والله فكره. خلاص انتوا للمحطه وانا بروح السوق ابيع الخاتم وارجع. تمام من عيوني ولا تقلق. روح. يلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا غالي الشيء بيع هذا الخاتم كم عجيب سعره؟ على طول ولا عليك. ايش هذا مالك؟ ايش؟ مالك سلامات؟ كيف ايش هذا؟ هذا خاتم ذهب الشيء بيعه. ما عليك تتخيبل ولا منك صدق؟ بس الخاتم يصير يلعب بعيد. مالك سلامات يا عمنا؟ ليش تتكلم هكذا؟ عيب علي، تكلم سوا. عيب عليك انت اديت لي خاتم مطلي بتقول لي انه ذهب، تشي تنصب علي ولا كيف؟ ايش هو مطلي مالك بغير جنان؟ ان الخاتم هذا مش ذهب؟ ايوه الخاتم هذا هو مطلي مش هو ذهب، ولا يسوى حتى 1000 ريال. يا اخي بحجر الله يا من اتاكد وفحص سوا. يا اخي انت فهم ولا لا؟ انا ما انا شهبل، انا فاهم في هذه الحاجات وعارف المطلي من الذهب، وهذا مطلي من ضحك عليك فيه. ناتات قال لي مش هو ذهب مطلي غير جنان. الرجال ضيع عندي، قال لي 350,000 قيمته. ما بش خرج، خليه يصير محل ثاني. خاطرك الله معك. جاي يقول لي انه مطلي. نبغى جنان.
خامس محل ذهب ادخله ويقول لي الخاتم هذا مش ذهب. كيف مش ذهب؟ والرجال يضيع عندي في المحطة وقال قيمته 350,000 والعيال دي حصلوا وديت لهم 50,000. يا جناه. لا 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 يكون الرجالة والعيال. شوفوا هذه المحطة أنا باسر أعبي منها بترول وأنتم انزلوها أنا وافعلوا نفس ما قلت لكم. تمام؟ ابشر ولا عليك. يلا وحوش. يلا. يلا دوركم. عمنا الخاتم عدو مع الولد ما رضي يديه، قال لي الشيء 50,000 حق اللقيه. قدم من عندك وأنا لو مرجع من السفر عيوني شدي لك بدلها 100,000. ها 50 وافي. يلا الله معكم في امان الله. الو شليت من العيال الخاتم وديت لهم الفلوس خلاص ولا تقلق يومين وانا عندك. مع السلامة. ايوه تسلم يدك. ايوه تعجبوني هكذا واحد يركن عليكم. عيال الكل والله انهم فعلوها فيني، الله لا وفقهم. اليوم اطلع يا الليل. أنا يفعل فيني هكذا ابن الذين يدي لي خاتم مطري. انا لا عمال يطلع ماشي. ها ابن الكلب والله انه هو. الله بس لحظة بس لا تمشيش. انا اوقف لك يا عم. لقيته ابن الذين. يلا جل سريع يلا. الله يفتح. امسك يا عم امسك الله يفتح عليك. يا خبر الخاتم نكع علي انا نزلت فوق السيارة. فضول لا ذهب فضول لا ذهب. ذهب يا اخي اشتريت ب 350,000. يا اخي اهدى وصلي على النبي على القهوة. عن القاينة يضاع علي الخاتم. انا عايزين وانا على القهوة. مسكتك يا ابن هون والله من زقمو الهربة سريع. انا بين ادورك من زمان. وين انت غايب يا اخي؟ يا سارق يا نصاب يا ابن الذين كيف ركبتني. مالك سلامة تشبه؟ اكيد انه قال لك انه ضاع علي خاتم ذهب. ايوه والله انه صدق، من اول بيقول لي ضاع علي خاتم ذهب واحنا بندور من اول. هذا لا صدق هذا سارق واكبر نصاب. ايش نصاب؟ اتصل القسم اتصل. الان نتصل القسم. يلا شلح والله ما يبلت. لا الان ولا حركة. وفي نهاية الفيديو يا حبايب قلبي اتمنى ان الفيديو هذا نال اعجابكم، واقول لكل المتابعين الغاليين ان فكرة هذا الفيديو فيديو هادف ونوجه رسالة لاكثر الناس من بعض السرق والنصابين اللي مثل هؤلاء. واكيد ان البعض بيعلق وبيقول بالعكس يا محمد انت هكذا بتعلم الناس كيف بيفعلوا وكيف بيسرقوا. بالله قل لي كيف نعلم الناس، او قصدك ان الناس كلهم سرق عشان يتعلموا؟ احنا نحذر الناس واللي شاهدنا بيستفيد بينتبه وينبهوا لكل شخص يعرفوه من هؤلاء الاشخاص النصابين والسرق. ولا اذا هو على كلامك ان احنا بنعلم بعض الناس كيف بيسرقوا، ما بيجي واحد يتعلم ويسرق ويفعل نفس هذه الحركة الا واكثر الناس قد فهموها وبيعرفوا هذا الغبي اللي بيسويها. أنا في قناتي هذه يا متابعين الغالين من يوم إنشأتها من عام 2015، وأنا أعمل بكل جهدي في كتابة الأفكار وتنسيق جميع المشاهد للفيديوهات في المونتاج والإخراج، على أن أقدم أنا في النهاية محتوى هادف يستفيدوا منه كل المتابعين الغالين اللي يشاهدوني الآن كبير وصغير. ولو أني أتأخر عليكم في تنزيل بعض الفيديوهات، يعني في شهر أو في نص الشهر أنزل لكم فيديو، ولكن في النهاية أنزل لكم فيديو هادف وتوعوي يشاهده الكبير والصغير. والمثل قال عصفور في اليد ولا 10 فوق الشجرة. وانتم يا متابعين الغالين اذا في شيء خطأ او غلط في اي فيديو شفتوه، انتم من بتوجهوني للصواب والطريق الصح وتقولوا هذا غلط وهذا ما يصبر وهذا عدله، وهكذا نستفيد من نصايحكم ونتعلم من كل الاخطاء اللي في الفيديوهات نسويها، وفي الاخير ننزل فيديو ضخم يليق بحضرتكم يا متابعين الغالين.
ولا تنسوا يا حبايب قلبي قبل ما ننهي هذا الفيديو، اذا انت جديد في القناه اشترك وفعل زر التنبيهات، ولا تنسوا توصلوا هذا الفيديو مثل ما قلت لكم متحديتكم مليون لايك. ولكل شخص حاب يعلن في هذه القناه للاعلانات تواصلوا معنا عبر رقم الواتساب للاعلانات تبع القناه، ارسل رسالتك وانتظر منا الرد، وبيتم الرد عليك في اقرب وقت ممكن، وبيتم الرد على الرسائل المهمه اللي مخصصه للاعلانات. واعذروني والله ما هو تكبر ولا غرور، وانما بسبب ظروف العمل وضيق الوقت. وقبل ما ننهي الفيديو يا حبايب قلبي صلوا على النبي صلوات ربي عليك يا حبيب الله يا محمد، واستودعكم الله وفي امان الله يا الغالين، وانتظرونا في فيديو جديد. اللهم احفظ اليمن واهلها، اللهم احفظ اليمن واهلها، اللهم من ارادنا وبلادنا وديننا وامتنا بسوء فاجعل كيده في نحره. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. الله يا قوي يا الله، يا منتقم يا الله، يا سميع يا الله، احفظ اليمن يا الله.